نفسك كده تقبض مرتب من غير ما تشتغل كل يوم؟ عادي، ليه لا؟ في الفيديو ده انا هقول لك ايه احسن استثمارات تخليك تقبض مبلغ كل شهر، وهقول لك ازاي تختار اللي يناسبك منها. رقم 1، الودائع البنكيه. فلوسك هتكون في البنك لمده ممكن من اول اسبوع لحد 10 سنين وتاخد فايده ثابته. هو العائد بيكون قليل بس في مده قليله، ولما تعوز فلوسك في اي وقت تقدر تاخدها بفلوس قليله. رقم 2 هي الشهادات البنكيه. دي برضو بتديك فوائد ثابته في مده معينه، لكن عوائدها اعلى من الودائع، وده على حسب مدة الشهادة والمبلغ وما فيهاش مخاطر. بس لو كسرت الشهادة قبل ما تخلص المدة ممكن تدفع غرامة. رقم 3 هي السندات، وهي بتبقى أوراق مالية للشركات اللي بتدفع لك فوائد دورية زي ما تكون بتسلفهم كده، والعائد بيختلف حسب نوع السند ومين أصدره. رقم 4 أذون الخزانة، ودي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، بتوفر عائد ثابت عند الاستحقاق، آمنة جدا وما فيهاش مخاطر بس عوائدها منخفضة، وعلشان تكسب كويس منها لازم يكون معاك راس مال كبير، وهي كمان بتديلك فلوسك مقدم وبيتفرض عليها ضرائب. رقم 5 هي الصناديق الاستثمارية ذات الدخل الثابت، استثمار جماعي مع بنك أو شركة مرخصة من هيئة الرقابة المالية، ودي مش محتاجة خبرة، وده لأن مدير الصندوق بياخد نسبة عمولة نظير الإدارة بدالك، بس بقى ممكن نسبة الفوائد تتغير حسب أداء الصندوق. المخاطرة فيه من قليلة لمتوسطة، ده حسب تنوع الاستثمارات في الصندوق. رقم 6 العقارات، دي سهلة ومضمونة نوعا ما، بتشتري محل أو شقة وتأجرها بس كده. لكن بقى لو اخترتها صح هتضمن إيجار كبير، وكمان فلوسك هتبقى في حاجة قيمتها بتزيد مع الوقت، وبتضمن لك دخل ثابت كل أول شهر زي ما قلنا، لكن عيبها إنها بتحتاج راس مال كبير غير تكاليف الصيانة. رقم 7 الاستثمار في صناديق الادخار. الصناديق دي بتوفر استثمار مستقر ومنخفض المخاطر، بتحافظ على راس مالك وتحقق لك أرباح مش بطالة، وميزتها إنك بتستثمر في أوراق مالية ذات دخل ثابت وتوفر عوائد ثابتة بأقل مخاطر. تقدر تشتري وتبيع الوثيقة بمنتهى السهولة من غير تقلبات في السعر. طب أنا هكسب كام من صناديق الادخار؟ في صناديق أرباحها بتوصل لحد 19% في السنة، وده بيبقى على حسب أداء كل صندوق. يعني أنت لو كنت اشتريت وثائق ب100,000 جنيه السنة اللي فاتت ورصيد الصندوق ارتفع بنسبة 19%، كده قيمة الوثيقة هتكون دلوقتي 119,000 جنيه، ولو حبيت تسترد الوثيقة هتكسب 19%. الميزة كمان إن عمولته بتكون قليلة. آخر حاجة بقى، سمعت عن أسهم التوزيعات؟ أنت بتشتري أسهم في شركة، والشركة دي بتوزع جزء من أرباحها بشكل دوري على المساهمين فيها. كمان راس المال اللي أنت دخلت بيه بيكبر، بس للأسف هو دخلها مش ثابت. ليه؟ لأن الشركات وارد تخسر. كمان النوع ده بيكون عايز خبرة علشان تعرف تختار الأسهم الكسبانة، فلازم تشوف إيه المناسب لهدفك وخطتك. وعلى فكرة علشان تختار صح لازم يكون عندك هدف وخطة، وتكون عارف أنت عايز تعمل إيه وتوصل لإيه وإمتى وإزاي. قولي بقى في الكومنتس إيه أكتر استثمار في دول تحب تشغل فلوسك فيه؟